النهاردة هنتكلم عن قديس عظيم جدا كان من عظماء الأقباط. هو القديس العظيم السعيد يوحنا أبو نجاح الكبير. كان من عظماء الأقباط في الجيلين العاشر والحداشر للميلاد، وكمان كان كبير الكتاب المبشرين في عصره، وكان كمان مقدم الأراخنة في عهد الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي. وكان الشيخ الكبير ده بيعاصر البابا فيلوساوس البطريرك ال63 اللي اتولى الكرسي من 28 مارس سنة 979 ل 8 نوفمبر سنة 1003. وكان قديسنا يوحنا مسيحي تقي جدا وبار في كل معاملاته، وكان بيحب الكنيسة جدا وغيور قوي على الإيمان الأرثوذكسي. ولما خلص الحاكم بأمر الله خواصه ومقدمي جيشه، رجع لمقدمي الأراخنة ورؤساء الكتاب، فخد منهم 10 وعرض عليهم الإسلام. وكان أولهم يوحنا أبو نجاح رئيس المقدمين، فجابه لغاية عنده وقال له أنا عايزك تسيب دينك وتدخل الإسلام، وأنا هخليك الوزير بتاعي وهخليك تقوم بتدبير كل أمور مملكتي. فراح قال له يوحنا طب ممكن تديني مهلة لغاية بكرة لما أشاور نفسي؟ فوافق واداله المهلة. فراح يوحنا على بيته وجمع كل أصحابه وعرفهم كل اللي حصل معاه مع الخليفة، وقال لهم أنا مستعد أموت على اسم السيد المسيح، وإن أنا غرضي من طلب المهلة دي لغاية بكرة ما كانش عشان أشاور نفسي ولا حاجة، ده أنا قلت ده عشان أجتمع بيكم وبأهلي فأقدر أودعكم وأوصيكم. وبعدين راح وصاهم وقال لهم دلوقتي يا اخواتي ما تطلبوش المجد الفاني وتضيعوا عليه عمركم، اطلبوا مجد السيد المسيح الدائم الباقي، لأنه أشبع نفوسنا من خيرات الأرض، وهو برحمته دعانا الملكوت السماوات، فقووا قلوبكم وتشددوا. وكان من أثر كلامه الذهبي ده اللي مليان حكمة إنه تشددت قلوبهم كلهم واختاروا إن هم يموتوا على اسم سيد المسيح. وبعدين راح عمل لهم في اليوم ده وليمة عظيمة جدا، وفضلوا قاعدين معاه اليوم كله لغاية بالليل، وبعدين روحوا بيوتهم. وتاني يوم الصبح راح يوحنا للحاكم بأمر الله، فراح قال له الخليفة يا نجاح هل طابت نفسك؟ راح قال له يوحنا نعم. فراح قال له الخليفة على أي قضية؟ فراح قال له يوحنا بشجاعة وثبات بقائي على ديني. فاجتهد الحاكم بكل أنواع الترغيب والوعيد، حاول يهدده بكل الطرق عشان يخليه يسيب المسيح. فكان يوحنا كالصخرة لا يتزعزع، وفضل ثابت ومتمسك بإيمانه بالمسيح، وما قدرش الحاكم بكل اللي عنده من قوة إن هو يزحزحه عن دينه. ولما فشل الحاكم أمام يوحنا راح أمر بإن هم ينزعوا ثيابه وإن هم يشدوه في المعصرة ويتضرب. فراحوا ضربوه 500 مرة بالكرباج على جسمه لغاية ما لحمه كله اتقطع وسال دمه على الأرض زي المية. وكان الكرباج المستعمل في الضرب ده كان مصنوع من عروق البقر، لدرجة إن هم لو كانوا جابوا واحد ضخم جدا وقوي جدا وجبار ما كانش يقدر يستحمل ضربة واحدة من الكرباج ده. فتخيلوا بقى هو استحمل قد ايه وهو في سنه ده. وبعدين راح أمر الحاكم بإن هو يضرب لغاية ما يكملوا 1000 ضربة بنفس الكرباج. فلما وصل ل300 ضربة راح قال لهم القديس يوحنا زي سيده أنا عطشان. فراحوا وقفوا الضربة عنه وراحوا قالوا الحاكم على اللي حصل. فراح قال لهم روحوا اسقوه، بس قبلها تقولوله إنه لازم يرجع عن دينه. فلما جروا بالمية وقالوا له على اللي أمرهم بيه الخليفة راح جاوبهم يوحنا بكل كرامة وكل شجاعة وشموخ، قال لهم رجعوا له ميته، أنا مش محتاج له، لأن سيدي يسوع المسيح قد سقاني وأطفأ ظمئي. وفي الوقت ده الناس اللي كانت واقفة وبتتفرج شهدوا على اللي حصل، وإن هم شافوا المية وقع من على لحيته. ولما قال ده راح أسلم الروح يوم 19 بالموضة من سنة 719 للشهداء. فراحوا قالوا الخليفة الجبار بخبر وفاته، فتخيلوا ان هو مسكتش على كده وأمر ان هو يتضرب وهو جثة هامدة لغاية ما كملوا 1000 ضربة. وبكده تمت شهادته ونال الإكليل المعد له من الملك العظيم يسوع المسيح. وما ذكرش تاريخ البطاركة اليوم اللي هو استشهد فيه، لكن المقريزي في خططه قال إن الرئيس فهد ابن إبراهيم وهو واحد من ال10 وزميل كمان ليوحنا ابن نجاح اتقتل في 8 جمادي الآخر سنة 393 هجرية.
اللي بيوافق يعني يوم 19 برمودا سنة 719 للشهداء، و14 إبريل سنة 1003. وبكده عيد نياحة قديسنا يوحنا يوم 14 إبريل. وكمان جه استشهاد السعيد الذكر يوحنا ابن نجاح في تاريخ البطاركة قبل ذكر استشهاد الرئيس فهد بن إبراهيم. كمان يوحنا في وليمة أصدقائه وأهله اللي كانوا عندهم، واللي كان من بينهم ال9 المختارين التانيين، ما تذكرش خبر استشهاد هذا القديس في نفس اليوم اللي استشهد فيه الرئيس فهد، وهما بيتكلموا أثناء الوليمة. وبكده يكون استشهاد هذا القديس في نفس اليوم اللي استشهد فيه الرئيس فهد. بركة صلوات القديس يوحنا وشفاعته تكون مع جميعنا آمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس العظيم يوحنا أبو نجاح، ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويطلبوا شفاعته. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.